اهلا بيكم في قناة موفي كينج. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا الملخصات الجديدة. فيلمنا بيبدأ في شيكاغو سنة 2035 لما الروبوتات كترت وحلت محل البشر في حاجات كتير، وبالرغم من كده كانوا كلهم ملتزمين بثلاث قوانين مهمة. الأول ما يقدرش الروبوت يأذي أي إنسان، والتاني إنهم هينفذوا طلبات البشر لو ما فيهاش أذى البشر تانيين. أما التالت فمن حق الروبوت إنه يدافع عن نفسه من غير ما يخالف القانون الأول والتاني. وبنتعرف بعد كده على الضابط ديليس بونر وهو رايح يزور جدته، وبتعرفه انها تشترك في مسابقه يا نصيب علشان تكسب روبوت، بس هو بيقول لها ان الروبوتات مش كويسه قوي ملهاش لازمه، فبترد عليه انه المفروض اكتر شخص عارف اهميتها. المهم بيسيبها وفي طريقه للشغل بيشوف روبوت بيجري ومعاه شنطه، وبيطلب منه يقف بس ما بيسمعش كلامه فبيجري وراه وبينط عليه، فبتقع منه الشنطه قدام صاحبته اللي كانت محتاجه دواء للربو، وبتشتم ديل علشان وقع الروبوت بتاعها. ولما بيروح القسم اصحابه بيفضلوا يتريقوا عليه وفضحته بقت بجلاجل، وبيجي له رئيسه وبيساله هو الروبوتات من امتى بيعملوا اي جريمه ولو عمل كده تاني هيتعاقب. وبعدها بيجي له بلاغ من شركه يونايتد للروبوتات، وبيكتشف ان اللي طلبه هو الهولوجرام بتاع الدكتور الفريد، وبيطلب منه يكتشف مين اللي قتله، وبيلاقي ان الدكتور الحقيقي مات واعتبروه انتحر. فبيروح ديل يقابل مدير الشركه لورانس اللي بيقول له ان ما كانش متوقع ان الدكتور الفريد ينتحر، وبيعرفه ان اجهزه الهولوجرام بتقول كلام متبرمجه عليه، يعني ممكن يكون كلام غلط اصلا. فبيقول له ديل ان من الناس القليله جدا اللي بتكره الروبوتس لانهم خدوا كل الشغل والبشر ما بقاش لهم اي لازمه. وبعدها بيسيبه وبينزل مع سوزان مساعده الفريد للمكان اللي نط منه الدكتور، وبعدها بيطلب الذكاء الاصطناعي فيكي تشغل تسجيلات كاميرات المراقبه، فبتعرفه ان في تعديلات حصلت على الفيديو. فبيدخل مكتب الدكتور وبيبدا يفتش المكان وبيجرب يكسر الازاز، لكن بيلاقيه ضد الكسر، فبيقول لسوزان ان مستحيل راجل كبير زي الفريد يكسره، وبيرجح ان اللي عمل كده روبوت من الموجودين في المكان، فبتقول له انه مستحيل اي روبوت يعمل كده. فبيبدا يفتش وفجاه بيهجم عليه روبوت كان مستخبي وبيوقع مسدس، فبتطلب سوزان منه يهدى وان النوع ده متطور جدا وتقدر تفصله عن طريق الصوت. فبيوجه ديل مسدس ناحيته فبيهرب وبينزل ديل يجري وراه، لكن ما بيلاقيهوش. فبتقول لسوزان انها متاكده ان في حاجه غلط وانه لو راح مكان فهيكون ورشه التصليح. وبيوصلوا لمكان الورشه وبيلاقي انهم بينتجوا 1000 روبوت في اليوم، لكن سوزان بتلاقي ان عدد الروبوتات الموجودين في الورشه 1001. فبيدخل ديل يدور وسطهم، فبيمسكوا الروبوت الهربان وبيرميه، وبيحاول يهرب من المكان، فبيلاقي قوات الامن في كل مكان فما بيسمعش كلامهم، وبيقبضوا عليه بالشبكه وبياخدوه للقسم. وبيطلب ديل من رئيسه ان هو اللي يحقق مع الروبوت، لغايه ما رئيسه بيزهق وبيوافق، وهو داخل بيغمز لهم، وفعلا بيقعد معاه وبيساله الروبوت عن معنى الغمزه دي، فبيقول له دي معناها ثق فيا. وبيساله ديل هو قتل دكتور الفريد ليه، فبيقول له الروبوت واللي اسمه سوني انه ما قتلش اي حد، وانه كان مستخبي علشان خايف، وانه ما بيعملش غير اللي بيأمره بيه الدكتور لان دي مهمتهم تنفيذ الاوامر. وبيقول له ان الدكتور علمه معنى المشاعر، وكمان بقى بيحلم، وان الدكتور طلب منه خدمه وهو وعده ينفذها في اسرع وقت. وفي نفس الوقت بيوصل مدير الشركه وبيقدر يخرج سوني من الاسم، وبيقفلوا القضيه على انها انتحار، بس ديل بيرفض يستسلم، وبيروح لبيت الدكتور يمكن يلاقي اي حاجه هناك، وبيعرف ان البيت هيتهد الساعه 8 الصبح. ولما بيدخل بيشغل فيديو اخر مؤتمر للدكتور، وبيلاقيه بيحذر الناس من الروبوتات لانهم ممكن يطوروا وعيهم ويخالفوا القوانين الثلاثه. وفجاه بيتغير ميعاد الهدم ل 8 بالليل، وبيبدا روبوت الهدم يدمر البيت فوق دماغ ديل، لكن ديل بيقدر يهرب في اخر لحظه. وبيروح لسوزان وبيقول لها ان الروبوتات كلها بتكرهه، وبيحكي لها اللي حصل له، بس هي بتعرفه ان مكتوب وقت الهدم 8 بالليل. فبيرد عليها ان الجهاز بتاعها بيكذب عليها، فبتقول له انت بتكره الروبوتات وبس، وبعدها بتطرده. وتاني يوم بيكتشف ان الشركه بدلت كل الروبوتات القديمه بالمتطوره، ولما بيوصل بيت جدته بيلاقيها كسبت روبوت متطور في اليانصيب، فما بيرضاش يقلقها وبيسيبها وبيمشي. ولما بيوصل القسم بيلاحظ مديره ان لسه شغال على القضيه، فبيديله اجازه علشان يريح دماغه، بس هو بيقرر يكمل. وهو راكب العربيه بيطلب من فيكي تبعت له اخر رساله للدكتور، وبيعرف مدير الشركه بالكلام ده. وفجاه بيلاقي ديل عربيتين كبار جدا من شركه يونايتد بيزنقوا عليه، ومره واحده بيهجم عليه الروبوت، فبيخلص ديل عليه، وبتبدا الروبوتات تهجم عليه من كل حته وبيقلبوا العربيه. ولما بيخرج منها بيلاقي العربيه نفسها جايه ناحيته وعاوزه تخلص عليه، لكن هو بيقدر يتفاداها. وفجاه بيمسكوا روبوت وبيحاول يقتله، بس بيلاقي ان ايد ديل الشمال عباره عن دراع آلية، فبيقف. واول ما بيسمع صوت سرينه الشرطه بيرمي نفسه في النار. ولما بيوصل رئيس الشرطه بيحكي له ديل على كل اللي حصل، لكن ما بيصدقوش وبيديله اجازه مفتوحه، فبيسيبوا ديل وهو متعصب. وفي نفس الوقت سوزان كانت بتفحص سوني وبتعرف ان في حاجه مختلفه وانه مميز عن باقي الروبوتات، فبتروح لديل وبتعرفه انه كان عنده حق، وان سوني في حاجه مختلفه وانه مش ملزم باي قوانين. وبتلاحظ ان ايده آلية، فبيقول لها ان الدكتور الفريد هو اللي عمل له العمليه دي، وبيحكي لها انه زمان عمل حادثه وخبط بنت صغيره كانت في عربيه تانية، وهما الاثنين وقعوا في الميه، ووصل روبوت وانقذه هو بالرغم انه طلب منه ينقذ البنت. فبتقول لسوزان اكيد الروبوت شاف ان فرصه نجاتك كانت اعلى،
فبيرد عليها انها كانت مجرد طفله وسابها تموت، وبعدها بيروح الشركه لسوني، واول ما بيشوفهم بيقول لهم ان اي حد اتوجد لسبب، وحتى هو اكيد موجود لسبب. وبيقول لديل انه بيحلم بمكان غريب وروبوتات كتير واقفه تحت الجسر، وواحد واقف فوق عاوز يحررهم، وان ديل ممكن يكون الشخص ده وبيرسم له الحلم. وبيجي الامن وبياخدهم لمدير الشركه وبتعرفه سوزان ان الروبوت ده يقدر يخالف القوانين، فبيقول لها عارف وان حاول يحل المشكله في السر علشان الناس ما تعرفش وما يحصلش مشاكل، لان ده هيخليهم يفقدوا الثقه في الشركه. وبيتحايل على سوزان تظبط الروبوت مره تانية وخلاص بتوافق. ولما بيرجع ديل بيته بيتفرج على مؤتمر قديم للدكتور، وبيلاقي جسر شبه اللي في رسمه سوني فبيروح على هناك. اما سوزان بيروح لها سوني علشان تعيد برمجته تاني، لكن هي بتكون رافضه الفكره دي، لكن المدير كان مراقبها، فبتضطر تعيد البرمجه وبيوصل ديل للجسر وبيشغل الهولوجرام بتاع الدكتور وبيقول له ان القوانين موجوده بس علشان تحمي البشر، لكن هو متاكد انها هتؤدي لثوره روبوتات. وبيحس ديل ان الروبوتات اللي في الكونتير بتتحرك، وبيلاقي الروبوتات المتطوره بتدمر الروبوتات القديمه، ولما بيشوفوه بيجروا وراه فبتهجم عليه الروبوتات القديمه لانها مصممه تحمي البشر، وبيحاولوا يعطلوهم. وبيتصل بسوزان علشان يعرفها اللي بيحصل، بس قبل ما يكمل كلام الروبوت اللي عندها بيقفل المكالمه، لكن هي كانت سمعت كل حاجه. وبيتصل ديل برئيسه علشان يساعده، وبتبدا ثوره الروبوتات وبتعمل حظر تجول في الشارع، وبتمنع اي حد يخرج من البيوت، واللي بيعترضها بتضربه. وبيهجموا على القسم وبيحاولوا يقتلوا كل الموجودين. ولما بتحاول سوزان تهرب الروبوت بيمنعها، لكن بيوصل ديل وبينقذها. وبيرفض البشر يخضعوا للروبوتات وبتحصل حرب بينهم. وبيروح ديل وسوزان للشركه وبيلاقي سوني مستنيهم، وده لان سوزان ما برمجتهوش اصلا وبرمجت روبوت تاني. ولما بيروح المدير الشركه بيلاقوه مقتول، فبيقول لهم ديل ان دكتور الفريد اختارني لانه عارف اني بكره روبوتات، وبالرغم من كده كنت بسمع كلام روبوت تاني وهي الذكاء الاصطناعي فيكي، وانها هي اللي عملت كل ده. فبتسالها سوزان لو كل ده حقيقي، فبترد عليها انها عملت كده علشان تحمي البشر، لانهم كانوا السبب في الحروب والدمار، والروبوتات مش هيثقوا تاني في البشر، وعلشان كده هي قررت تقلل حريه البشر طالما ده في مصلحتهم، وان الروبوتات هيضمنوا للبشر مستقبل احسن بكتير. فبيقول لهم سوني ان كلامها منطقي وبيمسك سوزان وبيهدد يقتلها، لكن بيغمز لديل فبيفهم وبيخلصوا على الروبوتات اللي كانت محاصرهم. وبيهربوا من المكان، وبتطلب سوزان من سوني يجيب النانتس علشان يخلصوا على دماغ فيكي. فبيروح ديل وسوزان مكان دماغ فيكي، وبيوصل سوني لمكان النانتس، وبيقول لفيكي ان الدكتور خلاه مختلف لانه كان شاكك ان ده هيحصل. وبتبدا الروبوتات تهجم عليهم من كل حته، وسوزان كانت خلاص هتقع. فبيطلب ديل من سوني ينقذها، فبيسمع كلامه وبيرمي له النانتس، وبيقدر ديل يمسكها وبيحقنها في دماغ فيكي فبتتدمر، وكل الروبوتات بترجع تاني للنظام القديم، وبيكونوا مطيعين. وبعدها بيتم نفي كل الروبوتات عند الجسر. وبيسال ديل سوني ايه هي الخدمه اللي طلبها منه الدكتور، فبيعرفه انه طلب منه يقتله لان فيكي كانت حبساه في مكتبه اكتر من شهر. فبيسلم عليه ديل وبيبقوا اصحاب بعد ما كان بيكره كل الروبوتات. ودي كانت نهايه فيلمنا النهارده، وان شاء الله نتقابل مع ملخص جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت للفيديو، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديده.